السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو هنتكلم عن هرمون التستوستيرون وازاي نزوده في الجسم وازاي نخليه على طول ماشي بشكله الطبيعي. يلا بينا. بس قبل ما نبدأ، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معلومة سريعة للناس اللي مش فاهمة ايه هو هرمون التستوستيرون. هو ده هرمون الذكورة، الهرمون المسؤول عن كل حاجة في حياتك، عن الخصوبة، عن الانتصاب، عن ادائك في التمرين، عن قوة عضلاتك، عن مزاجك، عن نفسيتك، عن مودك. كل حاجة الهرمون ده بيساهم فيها. فلما بيتحسن او انت بتظبطه في الجسم بشكله الطبيعي، كل حياتك بتمشي زي الفل. طيب يا صديق، مش الهرمون ده هو اللي ربنا خلقه لي فبالتالي هو كده كده ماشي بشكله الطبيعي؟ لا، لان احنا بنعمل عادات غلط. العادات دي بتخلي الهرمون يقل جامد وما يمشيش بشكله الطبيعي. اول حاجه غلط بنعملها ان احنا بناكل سكر كتير جدا، وده غلط جدا لان السكر ماشي عمليه عكسيه مع التست. اول ما السكر يزيد التست بيتاثر جدا وبيبدا ينزل. تاني حاجه ان احنا بناكل اكل فيه نسبه زيت ونسبه دهون كتير. ما كنتش مش الدهون الصحيه مفيده؟ ايوه، بس انت بتدخل دهون مش صحيه وبعدين بتدخل كتير جدا. لازم اكلك كله يكون نظيف، يكون مسلوق او مشوي او متحمر حتى بطريقه صحيه او بزيت زيتون. تالت حاجة بتعملها إن إحنا بنشرب مشروبات غازية كتير جدًا، وده بيأثّر بالسلب على هرمون الذكورة. كل دي حاجات بتساهم إن التست بيبقى قليل. كمان في حاجة عايز أقول لك عليها، إن نقص أي فيتامين في جسمك بيخلّي هرمون التستوستيرون يبقى قليل، أيًا كان بقى مغنيسيوم، كالسيوم، فيتامين دي. كل الحاجات دي أو معظم الفيتامينات دي لمّا بتقل، هرمون التست ما بيتفرزش أو ما بيتفرزش بشكله الطبيعي، فبالتالي بتأثّر عليه. فلازم تخلّي بالك إن كل الفيتامينات اللي جسمك محتاجها أنت تبدأ تدخّلها له. علشان كده حاول تنظف أكلك، تظبط أكلك، تقلل سكر جدًا على قد ما تقدر أو حاول تدخّله من الفاكهة، تمنع الموالح وتدخّل ملح 2، 3 جرام بس في اليوم، تشرب مَيّة كتير، دخّل فواكه نضيفة جدًا زي الأفوكاتو والموز وكل الحاجات دي. وما تنساش أهم حاجة إنك لازم تنزل تتمرّن لو أنت ما بتتمرّنش. طب لو أنت بتتمرّن إنك تكمّل في التمرين وتواظب عليه. بس كده. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو. ما تنساش أهم حاجة إنك تصلّي على النبي.